عايزه بس برضه اخد تعليقات حضراتكم، لانه طبعا هي اخبار صحيح، لكن الراي القانوني فيها مهم جدا. نجل دكتور مرسي، واتمنى تذيعوا بس التويته لو في وقت. نجل دكتور مرسي يتهم ساويرس بسرقه 16 مليار جنيه ويصف الاعلام بالخرفان. نجل محمد مرسي بيقول انه عمر قال انه نجيب ساويرس قام بسرقه 16 مليار جنيه، لكن الاعلام يتكتم على ذلك، مشيرا الى ان الاعلاميه لميس الحديدي وبعض المذيعين بفضائيه اون تي في يصفونه بحامي حمى المدنيه لانهم خرفان. واضاف عمر على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي ان النيابه العامه قامت بتبرئته، تبرئه عمر يعني، في قضيه تعيينه بالشركه القابضه للمطارات، ولكن الاعلام تجاهل الخبر، قائلا يقوم الاعلام بتاعنا يقولوا بصوت واحد وانا عامله نفسي نايمه، يعني بيتريق على الاعلام. الوضع القانوني، الوضع القانوني لو التويته دي صحيح. لا، حاجه بسيطه جدا. يعني هو من حق اي انسان ان يتهم اخر بانه سرق منه كذا وكذا، هذا حق، وحق الادعاء عليه ان يتقدم لجهات القضاء. ولحد كده دي مش مشكله، كون انه يقول فلان سرق منه اهلا وسهلا، بس هو كده ما سرقش منه، بس استني، بس وقال انه سرق من الدوله، من الدوله من كذا، هو بيدعي، فعليه اثبات ما يدعيه، لان البينه على من ادعى. ودي مساله انا ممكن اقول ان فلان سرق وخلاص طالما عندي، ولذلك الصحف تطلع على مسؤوليتي بالمستندات، لانه جاهز انه حد يقول له حاجه يقول له اتفضل قدم المستندات. دي نقطه. اما انه يصف الاعلام واشخاص معينه، دي سب وقذف خطير جدا جدا جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان انه بيقول كلمه انا ما اعرفش تخصصه ايه، اعتقد انه هندسه زي والده او حاجه زي كده. هو بيقول النيابه برأتني، يعني انا ما اعرفش ان النيابه بتبرأ، يعني النيابه هم قفلوا المحضر بتاعه، يعني كون ان هم ربما يكونوا حفظوا التحقيق، ربما ان هم يكونوا عملوا كذا، لكن يجوز التظلم من قرار الحفظ، وبالتالي اعاده فتح باب التحقيق، فالنيابه لا تبرئ، فالحفظ لا يعني البراءة على الإطلاق في القانون على الإطلاق. لكن الإعلامية لميس الحديدي أو أي من ذكر اسمه في التويتر من حقه ده سب وقذف لو ثبت إن التويتة دي بتاعته قولا واحدا. وأنا بقول له يا أخ عمر، أنت لست باعتبارك مواطنا عاديا، أنت باعتبارك نجل السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي. عليك أن تحتفظ وتحافظ على التصريحات لأنك محلا للنظر، ومن ثم فنرجو منك ومن كل من له صلة بالدكتور مرسي رئيس الجمهورية أن يتحفظ في تصريحاته لأن الضوء عليهم. يعني لا، خليني أقول لك على حاجة. برضو على ضابط الشرطة. أنا بالأمانة مستغرب، لأنه سبق للرئيس إن هو طلب من عمر عدم الحديث. كتب له على يعني هو قال له، فهو يبدو ان عمر ما بيسمعش كلام، قال له عيب كده، ويبدو انه مشاكله ما تتكلم مشاكل يعني طلب منه قبل كده، بس في علاقات بقى اسريه. واضح ان هو ما بيسمعش الكلام. لكن في الخبر نفسه في 3 جرائم يعني مكتمل في الاركان. واحد، الجريمه الاولى هي البلاغ الكاذب، لانه انا ما عنديش مستندات تقول ولا ادله ولو تحت ايده مستندات عشان هو لا يساءل عنها، فيجب ان هو يروح على جهات التحقيق مباشره ويتقدم بها. وانا اعتقد، وانا يعني مدرك انه وصف الاعلام والاعلاميين بالخرفان دي جريمه فيها سب وقذف وفيها اعتداء، لانه كمان بيعمم، ده ما قالش يعني بيعمم. وانا اعتقد انه لميس حسب معرفتي بيها يعني هترفع قضيه، هرفع لها القضيه. خلينا نعمل يعني ده شغل خلصنا لك حقك من هنا، لانه ما يصحش انه يعني ان يتقال يعني شتيمه وسب وقذف في حق وهي اعظم من ابن الرئيس. طيب. يعني ده بيذكرني باولاد رئيس سابق. يعني ما دخل ابن الرئيس على الساحه اليوم ايه، والسابق احنا يعني مش عايز اقول عرفنا من اولاد الرئيس من جمال وعلاء، يعني زوجة الرئيس ايه دخل اولاد الرئيس النهارده في الموضوع.